طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية معكم، فيها شهاب رأي والمسهل بهم وأبرز العناوين. سمينار حول تقوية الأندية الصحية بالإقليم الجنوبي. دعم مريضات الناسور. دعوة لوضع حد لاطلاع الأشجار في مايمنة. الرئيس الصيني في زيارة تاريخية للإمارات. قتلى في فيضانات النيجر. والقارب في ولاية ميزوري الأمريكية. أهلا بكم. عقد سمينار في مدينة مندفرة لمدراء المدارس المتوسطة والثانوية، وذلك لتقوية الأندية الصحية في مدارس الإقليم الجنوبي. وتضمن السمينار الذي استمر ليومين لوائح وأهداف الأندية الصحية وأهمية أنشطة المناهج الداعمة. وأوضح مسؤول شعبة تطوير ووضع المناهج في وزارة التعليم السيد أبراهام رؤسوم أن السمينار يهدف للدفع بإسهامات المعلمين في الأندية الصحية لدورها في خلق أرضية الحوار بين الطلاب وتعريفهم بالأمراض عامة والمعدية بصفة خاصة. وأشار السيد أبراهام رؤسوم إلى أن الأنشطة الصحية في المدارس تشجع ضمان متابعة الطلاب أوضاعهم الصحية ومتابعة الدراسة وخاصة الطالبات. كما ذكر مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي السيد هبتزجي كيداني في ختام السمينار أن المحاضرات الصحية المقدمة في المدارس لها دور كبير للحد من الأمراض. قدمت نساء مديرية أرونا أدوات نظافة بقيمة 36,000 نقف ومبلغ 11,000 نقف نقدي لمريضات الناسور في مستشفى مندفرة المرجعي. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في المديرية السيدة صالحة محمد برهان خلال الزيارة التي قامت بها ممثلات الفرع، أوضحت أن الدعم هدف إلى تشجيع المريضات ومساعدتهن. وأوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور سمؤون ولدو أن الدعم العيني والمالي المقدم من قبل الشعب عامة والنساء بصفة خاصة لمريضات الناسور يعكس ثقافة التعاون والتضامن للمجتمع ويرفع من معنويات المرضى. كما قال الدكتور هابتي هيلمركوت أخصائي الولادة والناسور في مستشفى مندفرة المرجعي إن الناسور الذي يسببه عسر الولادة يؤدي لمصاعب صحية كبيرة ومشاكل جسدية واجتماعية واقتصادية، داعيا المجتمع لمكافحة مسببات المرض مثل زواج القاصرات والولادة خارج المؤسسات الصحية. طالب أعضاء حراسة الغابات والحياة البرية في مديرية مايمنة لوضع حد لاقتلاع الأشجار التي تشهدها ضحيتي دبري وعدي عشكر عامة ومنطقتي دمأتي وقيحجرات بصفة خاصة. وأوضح الحراس باقتلاع حوالي 400 من الأشجار الكبيرة تحت جنح الظلام، مشيرين إلى أنهم قد عثروا على 120 من أفران الفحم، حيث أكدوا على أن مهامهم لن تكون ذات فعالية ما لم يتعاون الشعب معهم واتخاذ جهات الاختصاص إجراءات عقابية رادعة. وقال مسؤول مكتب الزراعة في المديرية سيد جبرهيوت برهاني إن عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد حوالي 30 مخالفا تم ضبطهم أثناء قطع الأشجار وإعداد الفحم شجعهم لمواصلة هذا النشاط الهدام. قدمت جمعية معاقية الحرب في مديرية أفعبت قرضا ماليا دون فوائد يدفع على مدى 3 سنوات لأعضائها. وأشاد مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب بالجمعية لدورها في تحسين الحياة المعيشية لأعضائها، داعيا الحاصلات على القرض لتسخيره في أنشطة منتجة، مؤكدا في نفس الوقت على دعمهن بعربات الكارو. وأوضح مسؤول فرع جمعية معاقية الحرب في إقليم شمال البحر الأحمر السيد محمد سعيد شنقب أن إعادة القرض المقدم في أوانه سيؤدي إلى تقديم المزيد من القروض، حيث دعا المقترضات للاستفادة منه جيدا. بدوره أكدت الحاصلات على القرض العامة للاستفادة القصوى من الفرصة المتاحة لهم.
اصطدمت حافلتا ركاب على طريق أسمر مندفرة، مما أدى إلى انقلاب إحدى الحافلتين ومصرع شخصا واحدا وجرح 65 شخصا، إصابات 6 منهم بالغة. وأوضح مسؤول تحقيقات الحوادث بشرطة الإقليم الأوسط العريف سمؤون والدقريمة لوكالة الأنباء الإريترية إيرنا، أوضح أن التحقيقات جارية للتعرف على أسباب الحادث المروري الذي وقع صباح أمس 19 من يوليو، منوها بأن السرعة الفائقة وعدم السير على الطريق الصحيح قد يكونان من أسباب الحادث. وأوضح العريف سمؤون بأن الحادث وقع في منطقة منجودة التي تقع على بعد حوالي 15 كيلومتر من العاصمة أسمرة إلى الجنوب، حيث تم إرسال المصابين إلى مستشفيي حليبة وأوروتا. من جانبهم قال المسافرون الناجون من الحادث إن الحادث ربما يكون قد نتج عن السرعة الفائقة وعدم احترام قوانين المرور. مشاهدونا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، وصل الرئيس الصيني شي جي بينغ إلى أبو ظبي في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس صيني إلى الأمارات العربية المتحدة منذ 29 عاما. وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن الرئيس الصيني سيبحث خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ظل التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات. كما ستشمل زيارة الرئيس الصيني العديد من اللقاءات رفيعة المستوى تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع التبادل الثقافي والاجتماعي بين الصين والإمارات من خلال مجموعة من الزيارات والندوات الثقافية والسياسية. واعتبر الرئيس الصيني بأن بكين وأبو ظبي ستفتحان فصلا جديدا من التعاون المشترك لتقديم مساهمات أكبر للعالم ومستقبل البلدين المشترك، مضيفا أن الصين والإمارات شريكان مهمان للتواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، لما لديهما من رؤى تنموية متقاربة وأهداف سياسية متطابقة وروابط تعاون متنامية. أعلنت الأمم المتحدة أن 13 شخصا قضوا في النيجر بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة. وبحسب أرقام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في نيامي، أسفر سوء الأحوال الجوية عن مصنع 13 شخصا وإصابة 13 بجروح. وأضاف المكتب أن نحو 17,000 شخص شردوا، كما أتلفت المياه 400 هكتار من الأراضي الزراعية وأدت إلى نفوق أكثر من 24,000 رأس من الماشية. في غضون ذلك، أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة غانسو شمال غربي البلاد أو الصين مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 39 آخرين، واعتبار 4 في عدد المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المقاطعة. وأشارت السلطات المحلية إلى أن كمية الأمطار الغزيرة التي هطلت حتى الآن على المقاطعة تجاوزت 100 ملم، مما تسبب في خسائر فادحة في الممتلكات وإلحاق أضرار بالغة بالطرقات والمرافق. قالت الشرطة الأمريكية إن 11 شخصا على الأقل غرقوا عندما انقلب وغرق قارب على متنه 31 شخصا وسط أجواء عاصفة ببحيرة في ولاية ميزوري، مشيرة إلى أن غواصين مشطوا المكان بحثا عن ضحايا محتملين آخرين. وقال دوغ ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون إن 7 أشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التي تعرض لها قارب رايد زاداكس في بحيرة تيبر روك بالمقاطعة الغربية من مدينة برامسون. وذكر ريدر في مؤتمر صحفي إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحادثة، وأن الغواصين سيستأنفون جهود البحث مرة أخرى. وبعيدا عن أخبار الحوادث، أثبت الأمريكي أشريتا فورمان صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة جينيس أسبق تفوقه على منافسيه، وسجل رقما قياسيا جديدا لقطع أكبر عدد من ثمرات البطيخ التي وضعت على بطنه.
وفي وجود فريق من المساعدين يناوله ثمرات البطيخة الواحدة تلو الأخرى، نجح فورمان في قطع 26 بطيخة إلى نصفين في دقيقة واحدة، متجاوزا الحد الأدنى الذي اشترطه منظمو التحدي من موسوعة جينيس لتسجيل الرقم القياسي ب6 سمرات، حيث اشترطوا عليه قطع 20 سمرة. وسجل فورمان أرقاما قياسية أكثر من أي شخص، ويقول إن اسمه سجل في موسوعة جينيس 750 مرة على مدى 35 عاما سعى فيها لتسجيل أرقامه القياسية، وإنه لا يزال يحمل 225 لقبا من هذه الأرقام حاليا. أما البطيخ الذي قطعه فقد تبرع به لمطعم محلي لعمل العصائر. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.